السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. بتمنى من كل قلبي لكل مشاهدين الفيديو ده والقناة عموما يكونوا بألف خير وصحة وسلامة. جايالكم بقى بقصة جميلة جدا وان شاء الله تعجبكم، بس انا واثقة ومتأكدة ان هي هتعجبكم لانها بقلم الكاتبة دنيا صلاح. مش هطول كتير يا حبايب قلبي، نصلي على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. وما تنسوش طبعا اللايك والاشتراك في القناة، لان دي مش هتبقى اخر قصة، دي هتبقى بس البداية، علشان ان شاء الله ننزل لكم الكتير جدا من القصص دي. ويلا بينا يا حبايب قلبي ندخل على القصة ونشوف بتتكلم عن ايه. معكم فويس اوفر دنيا صلاح. تبدأ قصتنا بنوارة وهي بتجري ناحية الجبال، وهي مش عارفة اصلا هي رايحة فين، وبيطردوها كذا راجل من اهل البلد لابسين جلاليب وبيهجروا وراها بكل قوة عندهم. والبنت دي كانت بتجري ومش عارفة هي رايحة فين، وبطنها قدامها حامل وخلاص على وش ولادة كمان. بتجري لحد ما بتوصل قدام نفق صغير كده ما بين حجرين، بتدخل تستخبى جواه. المكان زي ما يكون كهف لكنه ضيق جدا، يدوبك شايلها بالعافية. وكانوا الرجالة بره بيبصوا لبعض ويبصوا شمال ويمين، مش عارفين هي راحت فين. لكن في اللحظة دي بيكون جالها ألم الولادة. بتحط ايديها على بقها وتفضل تكتم وتعد في نفسها عشان ما تخرجش صوت الوحوش البشرية اللي مستنياها بره. لحد ما بيمشوا ما بيبقوش عارفين هي راحت فين. وبتفضل قاعدة في الوقت ده نوارة حاطة ايديها على بطنها والدموع نازلة من عينيها زي الشلال، وبتقول: أنا آسفة يا ولد، آسفة جوي إن هولدك في الظروف دي. يا رب أنا ما عايزاش منك بس غير ولدي ياجي بالسلامة، ما عايزاهاش غير كده. في الوقت ده فعلا بتبدأ طلقات الألم تزيد والوجع يزيد أكتر لحد ما بتولد في المكان الغريب ده اللي مفيش حد يستحمل يقعد فيه 5 دقايق على بعض. وأول ما بيجي على الدنيا بسلام بتضمه لحضنها وتقول: الحمد لله يا رب، الحمد لله، الحمد لله انك جيت بالسلامة يا ولد. لكن بتكون تعبانة جدا ووشها اصفر وبقى زي الليمونة. بتجيبه بعد مرار وتعب، لكن بيكون معدي واحد من بره في نفس المكان ده، والليل مال المكان ومفيش اي حاجة، مفيش غير صوت الذئاب بتاعه من بعيد كأنها شمت ريحة الدم وعايزة تهجم. لكن الشاب اللي كان معدي في الوقت ده سمع صوت جاي من المكان الصغير ده، صوت طفل بيعيط. استغرب جدا، بص في المكان ده لقى الست قاعدة وحضن ابنها. استغرب وبص لها وقال: ايه يا ست انتي قاعدة هنا بتعمل ايه؟ مين انتي؟ الست نوارة بصت له وقالت: انجدني ارجوك، ارجدني، ده انا بموت انا وولدي، بموت. فعلا في الوقت دوت خدهم الراجل ده واللي اسمه سيد، خدهم في مكان غريب برضه في الصحراء في وسط الجبال، لكن زي ما يكون كان مكان حد عايش فيه، زي ما يقولوا كده بالعربي من مطاريد الجبل. وفعلا بيوصلهم لحد هناك، وبتكون خلاص نوارة بتسلم أوراق، بتكون تعبانة ومجهدة جدا. الراجل ده مش عارف يعمل ايه معاها، بص لها وقال: قوليلي يا ست انتي، ايه حكايتك بالظبط وايه اللي انت فيه ده؟ انا اول مرة اشوف واحدة بالطريقة دي، كأنه الحبل السري لسه ما انقطعش. حقيقي حقيقي انا لسه والدة دلوقتي، قيمة ساعة او 2 مش اكتر، لسه ولد هيموت مني لو فضل كده، ارجوك اعمل حاجة. في الوقت ده الراجل ما كانش عارف يتصرف ازاي، رن على مراته اللي بتبقى في البلد وبيقول لها: ازيك يا نعيم، عامله ايه؟ الحمد لله يا سيد يا اخوي. عامل ايه انت؟ الحمد لله مليح. قوليلي، لما بتاجي تولدي واحدة ولا حاجة بتعمل ايه فيها؟ قدامي واحدة دلوقتي لسه والدة، وحبل السر لسه متواصل بالواد وشكلها تعبانة قوي. وه وه وه، ودي اتلمت عليها فين ان شاء الله يا سيد؟ ولا يكون متجوز عليا وقع تقطين؟ متجوز عليك ايه يا ستي؟ ده انا في مطاريد الجبل عايش وسط الجبال والذئاب، هتجوز عليك ايه؟ خلصي، دي واحدة كانها عاملة ولا ايه؟ واهلها رموها في الصحراء شكلها عشان تولد الواد ده وتموت. قولي عاد خلصي. طيب يا اخوي، هتقطع الحبل السري وتربط العيل كده بفتلة ولا حاجة عشان يعني ما يخشلوش هوا، وهي اعمل لها اي حاجة تشربها سخنة عشان تدلي الدم، وهو خليك معاها بقى، ربنا يعينكم. ماشي ماشي، سلام. بيقفل معاها
وفي الوقت دوت بيعمل لها فعلا حاجة سخنة بعد ما بيخلص ابنها منها. في الوقت ده بيرجع يلاقيها حضن ابنها وبتقول: أمانة في رقبتك ولدي، لو مت وحصل لي حاجة أبوس يدك، ملوش في الدنيا غيري وغير ربنا بس. قتلوا أبوه، قتلوه قتلوه عشان اتجوزني وعشان هربنا أنا وهو، مكانوش موافقين. أبوس يدك، خلي بالك مني، ملوش غير ربنا وأنا بعد أبوه. كنا راجعين بعد سنة جواز، كنا مفكرينهم هياخدونا بالحضن وقلبهم هيحن، لكن أول ما أهلي شافوه موتوه. ما بقاش ليا غيره دلوقتي، أبوس يدك حافظ عليه. وفي الوقت دوت نوارة روحها بتطلع للي خلقها وما بتنطقش بولا كلمة تاني. قعد سيد مسك الولد ده، كان صعبان عليه قوي إن هو جه في الظروف دي. مسكه وقال: لا حول ولا قوة إلا بالله، هعمل فيك ايه انت يا ولدي بس؟ كان في رقبة الطفل انسيال رجالي مكتوب عليه زين. في الوقت ده كانت امه لبستهوله قبل ما تموت، كانت ملبسهوله في رقبته زي السلسلة. بس الراجل اللي اسمه سيد اللي قلبه طيب وقال: اكيد ده اسم ابوك يا ولدي، انت من هنا ورايح هيبقى اسمك زين، وانت ولدي زين صح، الله يرحمهم. بس هعمل ايه انا في اللي انا فيه ده؟ هوديها فين المرة دي؟ ولا اعمل فيك ايه انت كمان؟ كانها حكاية واعرة قوي. لا، انا هتصل بالمعلم بتاعنا وهو هيقول هنعمل ايه. فعلا بيخرج سيد التليفون بتاعه وبيرن على اكبر راجل مافيا في الصعيد تما، زي ما يقولوا عليه كده خط الصعيد، وبيقول: ايوه يا معلم هارون، كيف حالك؟ الحمد لله يا سيد، عامل ايه انت؟ الحمد لله والله مليح. بس كان معايا حكاية واعرة كده وعايز اقول لك عليها يعني. خير يا سيد، مش بيجي من وراك غير المصايب. لا خير ان شاء الله، وبس الموضوع ما فيه. وانا بتمشى في الجبل لقيت مرة بتبكي ومعاها عيل صغير لسه مولود حالا، وهو كمان كان بيبكي. بصيت عليهم لقيتها في وضع كده يعني يصعب على الكافر. خدتهم وجبتهم هنا في المكان بتاعي اللي قاعد فيه، وبعد كده المرة ماتت وسابت لي ولدها ووصتني عليه. ايه الحكاية اللي بتقولها دي يا سيد؟ حكاية ولا في الأفلام كمان يا شيخ. طيب خلاص، توها ولا أقول لك أنا جاي لما أجي يحلها ربنا. أنا كده قربت، اجمع لي الرجالة يلا. بيقفل معاه هارون وما فيش نص ساعة وبيكون وصل المكان، مكان المقاطيع، وبيقف ويبص على الحالة اللي كانت فيها نوارة ووشها الأبيض اللي كان مبتسم، ويقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، شكلها كانت مرة صالحة. خدوها يا رجالة، تووها بين الجبال، ادفنوها يعني، ربنا يرحمها. فعلا خدوها الرجالة وعملوا لها قبر ودفنوها في الجبل. ورجع في الوقت ده هارون، بص للولد وقال: ده اسمه يا سيد؟ ما خبرش والله، أمه ما قالتش، بس يعني هي كانت ملبساها البتاعة دي ومكتوب عليها زين، ممكن نسميه زين يعني. حلو الاسم ده. طيب هتعمل فيه ايه يا سيد؟ ده لسه عيل صغير، هتوديه لمرتك؟ مرتيه بس يا باشا، مرتيه؟ ما احنا معانا 5 عيال وفينا اللي مكفينا، مش هنقدر. وبعدين ده لو دخلت لها بيه مش بعيد تقول لي اني باي ابن مرت التانية وتموتني وتموته. عندك حق والله. طيب هات انا الواد ده هتصرف معاه. فعلا خده ورجع بيه البلد، دخل على مراته واللي اسمها فوزية، قال لها: كيفك يا فوزية؟ الحمد لله، الحمد لله يا هارون بخير. مين اللي في يدك ده؟ ده زين يا فوزية، زين. جايبه منين زين ده؟ ولد مين يعني؟ هيكون ولد مين؟ دي حكاية واعرة قوي، هبقى احكي لك عليها بعدين. بس خديه شوفي له حاجة ياكلها، ده يتيم الأب والأم، وربنا يرحمهم، عاد أمه ماتت وهي بتولده. واه، يا عيني عليك يا ولدي، جاي من صغرك كده والدنيا جاية عليك. خبر ايه يا فوزية؟ قلت لك شوفي له حاجة تاكلها وخلاص. شوف ليه، ده عايز لبن. طب ما انتي مش اما ترضعي رضعيه. لا، ما اقدرش، انا ايوه حامل وجربت اولد، لكن اللبن دلوقتي ممكن يبقى فاسد. ولا انت شايف ايه؟ ما خبرش بصراحة. طب والعمل؟ مفيش، خلي حد يجيب له علبة لبن لحد ما ربنا ييسر عاد. خلاص هجيب لك كرتونة، خليها جنبك هنا توكليه منها. انا عايز الولد ده يطلع تحت طوعي
عشان يساعدني في شغلي. ماشي ولا لا؟ ماشي ماشي. بس انت متأكد ان ملوش اهل؟ ملوش اهل يا ستي، ابوه وامه كانوا هربانين، يعني لما كانوا عايزين يتجوزوا محدش وافق، خدها وهرب، وبعد سنة رجعة وهي حامل وقالت يعني هيرحبوا بينا وخلاص واللي فات مات. قبلهم بالعيرة، موتوهم يعني. هي ماتت وهي بتولد بين الجبال بعد ما هربت منهم عشان تخلص ابنها يا عين اللي في بطنها. مع ذلك ما سلمتش، وحصلت جوزها اللي موتوه بالنار وتخوه أول ما شافوه. ربنا يرحمهم عاد. ماشي يا أخوي، الله يرحمهم. والله الواد ده صعب علي. الله يرحمهم. خبر ايه فوزية هتقعد تنوحي؟ هات الواد هات، خلاص خلاص خليه. احنا متجوزين بقالنا قد ايه وربنا ما كرمناش. ده انا هربيه وهخليه كده زي ولدي واكتر. انت ناسه ان انت حامل وجربت تولد خلاص؟ خابرة، بس يعني سبحان الله، حاسه ان هو هيكون زيها ولا زيه. ماشي خير ان شاء الله. كلها 6 سنين وهيعيش معانا في الجبل. ماشي اللي تشوفه. فعلا بيجيب لها كرتونة لبن، وبتبدأ بقى الست فوزية دي تراعيه وتربيه وتكبره، ويعدي 25 سنة من اللحظة دي، وبيكون قاعد في الوقت دوت زين بين الجبال، بيبص للسما وبيقول الله يرحمك يما. فينك يا عم سيد؟ آه، يا ترى عملت ايه في المهمة الفجرية دي؟ يا رب تاجي بالسلامة. كان عمه سيد ده مكان أبوه بالظبط، كان بيعامله كويس وبيعامله بلطف لأنه عارف حكايته من صغره، يعتبر زي ما بيقولوا اتولد على ايديه. وفي الوقت ده لقى اللي بتخبط على كتفه، بيبص لها ويقول خبر ايه يا قمر؟ ما قلتلك 100 مرة ما ينفعش تاجي هنا في الأوقات دي، خطر عليك يا بنت الناس. خطر عليا ليه؟ عادي إن شاء الله. وبعدين يعني مش انت قلت ان انت ممكن تحميني في اي مكان؟ ايوه يا ستي قلت احميكي، بس ما تجيش انت للخطر برجليكي وتقول احميكي. خابرة انا بخاف عليكي قد ايه يا قمر. خابرة يا اخوي، بس في نفس الوقت انا بحب اغامر. وبعدين يعني ده انا ابوي اكبر مافيا في الصعيد، عايزني عاد قلبي يبقى انا كيف؟ ما هي المشكلة دي يا قمر، ان ابوكي اكبر مافيا في الصعيد كلها، وان انا يا دوبك حيالله عيل عطف عليه ورباه. قوليلي كيف عاد هتركب دي ونبقى لبعض؟ انت خابر ان انا وحيدة ابوي وامي، واي حاجة بقول عليها بينفذها لي، واكيد يعني لما يعرف ان روحي فيك وعشقاك هيوافق على جوازنا على طول. خايف من اللحظة دي قوي يا قمر، خايف من اللحظة دي. خايف اقف قصاد ابوكي اقول له ان انا عايز بنتك. مش خابر ساعتها هيوافق وياخدني بالحضن، ولا هيخلي الطلقة تسلم بين راسي وتموتني عاد وارتاح من اللي انا فيه ده؟ ليه بتقولك ده؟ حرام عليك يا زين عاد، بتقطع قلبي عليك. تخابر مليح ان انا بحبك وما بحبش حد في الدنيا دي قدك، وكمان ابوي بيحبني وامي، فاكيد لما يعرفوا ان روحي فيك زي ما قلت لك هيوافقوا. وايه عاد في مصلحته انه ما يوافقش؟ ما انت شايل الشغل كله على راسك ها، ومن ساعة ما وعيت على الدنيا دي وانت نافعه، فمش معقولة عاد هيستخسر فيك بت. بس يلا خير. ها هتكلموا ميتة عاد؟ اكلموا ميتة؟ خبرش ما قدرش اخد الخطوة يا قمر، افهميني. طب وبعدين عاد هتفضل كل شوية تقولك ده؟ انت بقيت عندك 25 سنة وانا كمان عندي 25 سنة، الفرق بيننا اسبوعين مش اكتر. ايوه خابر وامك حكت لي على كل حاجة، وقالت لي ان انت مولودة بعدي باسبوعين بالظبط، ويمكن اسبوعين ويوم كمان. بس مش دي المشكلة. المشكلة فيه دلوقتي، المشكلة ان انا عمالة بكبر وكل شوية واحد يتقدم لي والتاني. وانت خابر ابوي ما عارفش عاد بيفكر كيف، بس ممكن يكون عينه على واحد كده ولا كده، وما اول ما هيتقدم لي هيصدق. فانا عايزاك انت تسبك وتاكل النبك زي ما بيقول. طيب يا بنت الحلال ان شاء الله ربنا ييسرها وتعدي على خير، تبقي مرتي على سنة الله ورسوله. في الوقت ده بيظهر من العدم هارون، وبيزعق بصوت يهز الجبال حواليهم ويقول أبا إيه اللي جابك هنا يا قمر؟ أبوي مفيش، أنا بس كنت جاي أسأل عليك، أنت بقالك يومين غايب عننا وما بشوفكش، فقلت أجي أطمن عليك. تاجي تطمن عليا؟ ما أنا بطمنك عليا في التلفون، ما رنتيش ليه قبل ما تيجي؟ وبعدين أنا منوه عليك من ساعة آخر مرة كنت هنا، رجلك ما توهوبش هنا تاني يا قمر. حاضر يا أبوي أنا آسفة، ما خبرش إنك هتتضايق كده. يا بنتي الدياب مالية المكان
والمكان واعر. وانت يا زين لما لقيتها كده ما خدتهاش روحتها ليه؟ ما انت خابر يا ابوي دماغها عاصية. قلت لك ما تقولش يا خرا. انا هنا هارون وبس. حاضر يا معلم هارون. انت خابر ان راسها عاصية. قعدت اقول لها بس هي ما سمعتش. قالت مش همس غير لما اطمن على ابوي. وديك اطمنتي. روح روحها عاد خلص. ماشي. فعلا خدها وروحها. وهم في الطريق في العربية قال لها سمعت عاد شفت طريقته معايا لما بتاجي سيرتك ولا بتبقي في موضوع بيني وبينه بيحصل ايه؟ شفت الشر في عينيه كيف؟ معلش يا زين. انت خابر انك حتى لو كنت ولد صح كان هيشد عليك برضك. ما انت الراجل. وبعدين يعني هو كان عايز يشوفك تخاف عليا. ما انا قلتلك يا قمر قلتلك ما تجيش لهنيه تاني. انت لا بتسمعيش الكلام. اعمل ايه عادي يا زين؟ ما انت بتغيب عني بالشهر والتنين والتلاتة كأنك مسافر بلد بعيد وما بشوفكش. حتى اتصال ما بيهونش عليك تكلمني. تخابر ابوكي حاسس ان في حاجة بينا. كل شوية ياخد تليفوني ويقول لي هعمل حاجة مش عارف ايه ويدور في المكالمات وكأنه بيراقبني. بقيت مش عارف اكلمك. وغير كده اغلبية الوقت التليفون معاه. هكلمك كيف عاد؟ بعدين ما تقلقيش. ما انا هنا اهو اكون بعمل ايه يعني؟ بحسب له شوية حسابات بودي له حاجة بجيب له حاجة مش اكتر يعني. والله ناس المشكلة اللي حصلت من قيمة 5 شهور لورا وخدت طلقة في دراعك. ها كانت ايه عاد؟ كنت بتجيب له حاجة يعني ولا ايه؟ ما انت خابرة وحكيت لك على كل حاجة. كنا بنستلم بضاعة وكانوا عايزين يضحكوا علينا. كانوا جايبين معاهم قال يعني حكومة ومش عارف ايه. ولما طلعوا علينا خلصنا عليهم. وهو اللي حصل عاد. حد ميت يا زين. حد ميت هتفضل كده. مطريت في الجبل. انا ما بقيتش عارف انام الليل بسببك انت وابوي. خايفة في لحظة كده يجيلي خبر حد فيكم. خبر ايه يا قمر؟ بتفولي علينا ليه؟ الله يخرب بيتك. لا يا زين انا بخاف عليكم انت وابوي. مش عارفة بس ليه ابوي ماشي في السكة دي لحد دلوقت من زمان قوي لحد الان. كل ما اقول لامي فين ابوي تقول في الجبل مع المطاريد. الفكرة دي بقت وحشة قوي وواعرة. خايفة ليوم من الايام اصحى على خبر وحش قوي يكسر قلبي نصين. ما تخافيش يا قمر. انا جيت ما بين الجبال دي. اتولدت واول حاجة لمستها جلدي هي كانت الرملة بتاعت الجبال دي. الحمد لله على كل حال. صدقيني العيشة في الجبل دي بالنسبة لي احسن وهون بكتير قوي من العيشة وسط البشر اللي مرهاش غير المعايرة وقلة القيمة. اللي كل ما يشوفوني يقولوا لي ولد الجبل ها. لقبوني بولد الجبل. عشان ايه؟ عشان الجبل هو اللي اواني. ما تقولش على الحالة كده يا زين. تخابر ملاح ان ابويا بيحبك وامي كمان وان انت ولدهم اللي مخلفهوش. خابر الحمد لله. بس مهما يحبوني مش هيحبوني اكتر منك ولا انت شايف ايه؟ لا لحد كده وقف عاد. انا مهما كان برضو بنتهم. واكيد يعني حتى لو انت جاي واخوي كانوا هيحبوا البت اكتر لان البنات دلوعة كده مش كده ولا ايه؟ دلوعة قوي. والله عليك يا قمر انتي. يلا عاد وصلنا ننزل عشان ابوكي ما يطينش عشتي. بتنزل قمر وبتودع زين. بيرجع زين الجبل وبيعدي يوم واتنين وتلاتة وبيكون خلاص قرر ان هو يفاتح ابوها في الموضوع ده. بيقعد معاه ويقوله كنت عايزك في موضوعك ده يا ابوي. وبعدين يا زين قلتلك 100 مرة لما نكون هنا في الجبل تقول لي يا معلم هارون. ابوي دي تقولها في البيت ما بيننا وبين بعض بحكمة ان انا مربيك يعني وكده. لكن انت هنا في شغل يبقى تقول لي يا معلم هارون خلاص. ولا هقول لك الكلمة دي العمر كله. معلش يا معلم هارون لساني بيزلف مني. انا اسف. لا ولا يهم. عايز ايه عاد؟ صحيح بنتي مالها؟ قمر. ايوه خابر مالها قمر؟ كان جاي لها عريس الليلة الماضية دي. يعني بما انك اخوها الكبير كنت عايز اخد رأيك. عريس؟ ومين يعني؟ ولد العمدة جاسر الألفي. ايه رأيك فيه؟ رأيك فيه ايه؟ ده عيل ملزق ومنسون. انت عايز تدي قمر للواد المنسون ده؟ يعني ايه منسون يا زين؟ يعني حسه مش راجل كده مش مناسب يعني القمر واصل. وايه اللي يناسب قمر؟ هو ده اللي انا كنت عايزك فيه يا معلم هارون. انا رايد قمر بنت وعايزة على سنة الله ورسوله. طب بتقول ايه يا زين؟ بقول اللي انا رايده يا معلم هارون. انا بحبها ورايدها في الحلال. واظن يعني ان انت اللي مربينا على يدك ومش هتستخسر فيا بنت. اديك قلتها مربيك على يدي يعني المفروض يتمر فيك العشرة والتربية دي
مش تيجي بعد السنين دي كلها تطمع في بنتي وفاكرني هديها لك بالسهولة دي؟ ليه بتقولك ده انا بحبها ورايدها في الحلال، ما فيش ولا واحد في الدنيا دي كلها يقدر يحافظ عليها غيري. لا، انت مش هتنفع عليها يا زين. قمر بنتي تستاهل واحد مالي مركزه ومكانه. ولد العمدة احسن مني فيه، على الاقل مالي مركزه ومكانه زي ما قلت دلوقتي، على الاقل اسمه ولد العمدة. بس ده مش هيحميها ولا هيحبها وهيسعدها قدي، وانت من ميت عاد حاططها في راسك. قل لي، من واحنا عيال صغيرة، من واحنا بنلعب مع بعض، هي الوحيدة اللي كان بتهون عليا الأيام السودة دي، هي الوحيدة اللي كملت حياتي عشانها. أنا عايزها يا معلم هارون، ولو مهرها غالي أديك رقبتي. أنا مش معقول بعد السنين دي كلها بنت قمر الوحيدة هديها المطرود في الجبل، وزي ما بيقولوا عليه ولد الجبال، ترضيها لبتي؟ لا، مرضهاش لبتك بالإذن يا معلم هارون. وقف عندك، لأن دلوقت على ولد العمدة، قول له الفرح الأسبوع الجاي، ماشي ولا لا؟ حاضر حاضر يا معلم هارون. بيمشي زين وبيكون حزين جدا، بيمشي في الجبال ما بيبقاش عارف رجله مودياه على فين، بيفضل يبكي. بص لفوق وقال: سبتني ليه يا أما؟ سبتني ليه؟ بيمشي في الوقت ده ما بيبقاش عارف رجله مودياه على فين، بس راح للمكان اللي ولدته فيه أمه وقعد جوه الجحر ده. بص لنفسه وقال: سبتني ليه يا أما؟ يا ريتك كنت متي قبل ما انزل من بطنك، كنت متي وخدتيني في حضنك وطلعنا اللي خلقنا سوا. جبتيني على الدنيا دي عشان افضل اعاني؟ جبتني ليه بس يما؟ كان زعلان وحزين جدا، متأثر بالكلام اللي قاله هارون، ومهما يوصل برضه هيفضل ابن جبل وملوش اهل. ما بين اللحظة والتانية طلع من الجحر، لقى نفسه بيركب العربية وبينزل على البلد. دخل ومسك ايد قمر وقال لها: قمر بتحبيني؟ ايوه بحب. يبقى لازم نمشي من دلوقتي، لازم نهرب انا وانتي ومحدش يعرف لنا طريق. نهرب؟ ليه يا زين بتقولك ده؟ قلت لابوكي وابوكي مش موافق، وبيقول ان فرحك الاسبوع الجاي على ولد العمدة، يعني هتضيع مني يا قمر. دي الحاجة الوحيدة اللي عايش في الدنيا دي عشانها، مش معقول هتسيبيني، ساعتها الموت هولي. لا لا، ما تقولش كده يا زين، اكيد في حاجة غلط، اكيد ابويا ما يقصدش. انا هتكلم معاه، هتحدد وياه وهقول لك ايه المفيد، بس بلاش نعمل كده دلوقتي. تقولي له ايه؟ هتقولي له ايه وهتخليه يكسرني قدامك تاني؟ كسرني وقال لي كلام يسم البدن. انا مش عايز تسمع الكلام اللي قاله ده عشان ما صغرش في نظرك يا قمر. لا يا زين، ده مهما يقولوا ومهما يحصل هتفضل اعز الرجال في نظري. انت بس اهدى وانا حاول اتفاهم معاه، واكيد لما يعرف ان انا رايداك هيغير رايه. عايزنا نكرر اللي ابوك وامك عملوه زمان؟ اديك اهو، الغلطه اللي هم عملوها انت اللي بتدفع ثمنها دلوقتي. عايز عيالنا لما يجوا يبقى ليهم اهل ويطلعوا وسط اهاليهم راسهم مرفوعه، مش تفضل الدنيا تخبط فيهم شمال ويمين. يا زين ابوس يدك، اديني فرصه، ولو ابوي ركب راسه يبقى اعمل اللي انت عايزه. ماشي يا قمر، عندك حق، انا ماشي، هرجع، بس عايزك تكلميه في اقرب وقت. طلب مني انا ان اكلم ولد العمده اقول ان الفرح الاسبوع الجاي. ابوك ناويها يا بنت الناس، ناويها بالاذن. فعلا مشي، وتاني يوم كانت قمر طلبت ابوها ان هو يجي البيت. قعدت معاه وقالت له: يا بابا. خير يا قمر؟ عرفت ان فرحك الاسبوع الجاي؟ ايوه، امي قالت لي. طيب حضر حالك عادي عروسه. هحضر يا ابوي، بس عندي ليك طلب واحد. ايه يا بت؟ انا عايزه فرح الاسبوع الجاي. ايوه، وحتى لو بكره ما عنديش مانع، بس عايزه فرح يكون على زين يا ابوي مش على ولد العمده. انت بتقولي ايه؟ وجايبه الكلام ده منين؟ وهيكون الواد اللي اسمه زين ده غواكي ورمالك كلمتين من بحر كلامه؟ لا يا ابوي، انا عشقاه من واحنا عيال صغيره. صدقني يا ابوي، انا سعدت مع زين مش مع جاسر ولا غيره. ايوه بس انا شايف سعادتك مع ولد العمده، مالي مركزه ومالي مكانه، مش تتجوزي ولد جبال مالوش اهل ولا اصل ولا فصل. يا ابوي الظروف اللي حكمت عليه، ولو انا يعني كنت مكانه كنت هتعمل ايه؟ دي ظروف، ومحدش فينا لا بيختار اهله ولا مكان ولا اسمه. ابوس يدك يا ابوي، ما توجعش قلبي، ابوس يدك. انت همك ايه يعني غير ان انا عايزه بكون سعيده؟ لو جيت في يوم واشتكيت لك وابقى اقطع رقبتي، ايه رايك عاد؟ في الوقت ده صعبت عليه بنته، بص لها وقال: خلاص يا بنتي، ما تزعليش حالك، موافق تتجوزوا، بس يكون في علمك الواد ده لو زعلك
انا هقطع رقبته، فاهمة ولا لا؟ الله يخليك يا ابوي، كنت خابر انك بتحبني وانك مش هتوجع قلبي واصل. في الوقت ده بيطلع تليفونه وبيقول: ايوه يا زين. ايوه يا معلم هارون. ما تقولش معلم عاد، قول يا ابوي. ايوه يا ابوي خير. تعال حضر حالك يا عريس عشان هتتجوز انت وعروستك، واحجز لكم في احلى بلد تختاروها عشان تقضوا شهر العسل هناك. انت بتقول كده صح يا ابوي؟ اي والله يا زين، طالما سعادة بنتي معاك. انا كنت فاكرك طمعان عايز تاخد حاجة كبيرة مني، بس لما بنتي كلمتني وحددتني عرفت ان هي كمان رايدات. ومش هستخسركم في بعض يا ولدي، مهما كنت ومهما عملت. قلبي بياجي ناحية قمر ويضرب فرامل ويرق، بس يكون في علمك يا زين، خابر لو زعلتها بس في يوم واحد كده هقطع خبرك من على وش الدنيا، سامع ولا لا؟ حاضر يا ابوي، انا ما اقدرش ازعل ست البنات دي في عيني. وفعلا بيتجوزوا وبيقضوا اجمل شهر عسل، وبيعيشوا من اللحظة دي حياة جميلة وهادية. وبيقرر بعد كده ان هو ياخدها ويسافر من البلد واللي فيها، بيروحوا يقضوا حياتهم في بلد تاني بعيدة، وبيبدأ على نضيف، لان هي بتكون قمر شرطها ده، وهو ده مهرها، انه يسيب الجبل بقى والمطاردة والمافيا اللي هو عايش فيها دي، وبيسمع كلامها لأنه كان بيوعدها إن هو هيعمل كده. وبيعيشوا حياتهم في استقرار تام. وبتخلص قصتنا يا حبايب قلبي. مستنية رأيكم في التعليقات لو عجبتكم، ومستنياكم تقولولي عايزين القصة التانية عن ايه. ويلا أشوف وشكم بخير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويلا يا حبايب قلبي، لو عايزين الجزء التاني اكتبولي في التعليقات، ولكن لو اكتفيتوا بيها على كده فتمام أوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأشوفكم إن شاء الله في قصة جديدة.